تعالوا شوفوا الحلاوة والجمال. سينابون تحفة خطير هش من غير أي تكلفة. قلبي يتباع بكام؟ ب100 وب120. ليه؟ عملناه بدون أي تكلفة خالص. خطير جميل. عايزة أقول لكم طلع تحفة. العيال بجد كلهم اتبهروا بيه من حاجة بسيطة. بصوا عملنا صينية قد ايه. تعالوا نخش على الفيديو ونشوف. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. المقادير بتاعتنا: كوباية لبن، نص كوباية سمنة، زبدة يعني، وبيضتين، وكمان شوية ملح صغيرين جدا، و5 6 معالق سكر. السكر دوت بمقداركم اللي انتوا عايزينه. عايزين تحطوا كوباية، نص كوباية، ربع كوباية. انا عشان عايزاها مسكرة شوية حطيت كوباية القهوة، عيرتها كده وحطيتها اهي. هنقلب المقادير بتاعتنا كده كويس جدا، اللي هي كوباية لبن، بيضتين، نص كوباية سمنة، نقول 5 معالق سكر. معانا 3 معيارات دقيق زي ما انتوا شايفين كده. في معيار كمان رابع هخليه لو لقيت العجينة معايا حلوة كده تمام. لقيتها عايزة هقعد احط لغاية يما اشوف المقدار بتاعي هياخد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. احنا عايزينها تكون العجينة مش متماسكة، عايزينها تكون سايحة شوية تمام. يعني ما تخليهاش متماسكة خالص عشان تطلع معاكم بالمنظر اللي انتوا شفتوه الخطير ده. انا عصت عليهم كمان 3 معالق دقيق. بصوا بقت جميلة جدا جدا اهي. العجينة بتلزق بس ايدي متحكمة فيها ولمتها كويس. تعالوا بقى معانا كده الجبنة بتاعتنا، قطع الجبنة. بصوا اي جبنة عندكم حطوها، بس جبنة بدون ملح تمام. هنحط كده 6 مكعبات، وكمان هنحط معلقة زبدة كبيرة، وهنحط نص كوباية سكر. هنحاول نضرب بالمضرب. لقيت المضرب بتاعي هيبهدلني، عملتها الأول بالمعلقة وبعد كده ضربتها بالمضرب. ده الصوص اللي احنا هنحطه على السلق. هنفضل كده. لو انتوا عايزينه السمك بتاعه ده تمام، بس انا لا عايزاه سايح شوية. هعمل ايه؟ هحط نص كوباية لبن، بس هحطها بقى ايه، مش نص كوباية كبيرة، هي نص صغيرة كده، كوباية الشاي. هفضل احط معلقة بمعلقة بمعلقة لغاية يما الاقي القوام اللي انا عايزاه. هقول له تمام ستوب. تعالوا بقى كده نشوف العجينة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. العجينة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا سايحة ازاي، بصوا تحفة. هنفضل ننشبها كده بالطول. هنخلي السمك بتاعها مش خفيف خالص، يعني نقول زي الصابع كده. هنحط بقى الزبدة بتاعتنا. طبعا لازم الزبدة تكون بحرارة المطبخ بتاعنا علشان تتفرد معانا كده كتير على طول. معانا بقى معلقتين سكر عاديين جدا خشنين، مع معلقتين نقول 3 قرفة. اللي بيحب القرفة يحط 3، اللي ما بيحبهاش زي كده يحط معلقتين. وقلبناهم على بعض وفرشناهم زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا العجينة سايحة ازاي معايا، طرية جدا جدا. هنفضل بقى كده نبرمها واحدة واحدة. العجينة يا جماعة لازم تكون سايبة كده علشان تطلع معاكم هشة وخفيفة وجميلة وزي بتاعت بره بالظبط. نفضل واحدة واحدة كده نبرم فيها لغاية يما نلف العجينة بتاعتنا. عايزة اقول لكم والله سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة. للتمن بتاعها ده 100 و120 جنيه قطعة واحدة. لو الصغيرة ب100 والكبيرة ب120. بجد انا اتوهمت يما بنتي بتقولي، قلت لها ليه ده انا اعملها لكم في البيت، انزل هاتلي بيضتين بسرعة. نزل فعلا قال لي هتعمليها، قلت له هعملها لكم وهعملها لكم احلى من بره كمان، رغم ان اول مرة اعملها. بس الحمد لله بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم طلعت زي الفل. نزل جاب لي بيضتين وفي ثانية. الحاجة كانت عندي وكيس خميرة فورية نسيت اقول لكم كمان.
وطلعت خطيرة. بس اهم حاجة نسيبها تخمر كويس جدا جدا، وبعد كده بعد كمان ما نحطها في الصاج او في الصينية لازم تخمر جدا. شفتوا الحجم ده؟ تعالوا بقى شوفوا الحجم التاني بقى قد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، الحجم ملا الصينية، تحفة خطير. هندهن كده الوش سمنة او زبدة، هو المستحسن زبدة قبل ما نحطها الفرن. قبل ما نكون كده لازم نكون مولعين الفرن بتاعتنا. طلعت من الفرن بصوا الجمال والحلاوة. حط بقى الصوص بتاعنا كده من فوق. عايزة اقول لكم خطير، جربوه بالطريقة ديت، والله سهل وبسيط جدا جدا جدا. ما كنتش بجد انا ما عملته ما كنتش فاكراه عشان اول مرة اعمله يطلع بالجمال والحلاوة دي. بس كده اتبهروا بيه، عجبهم جدا جدا وسهل وبسيط، ولا في داعي لل100 ولا ال120 ولا اي حاجة. عملنا صينية محترمة بسم الله ما شاء الله. شفتوا الكمية طلعت معانا ايه؟ من 3 معيارات دقيق ونص، وبيضتين، كيس خميرة، كوباية لبن، بيضتين، نطرة الملح بتاعتنا اللي في اي المعجنات، وشكرا على كده. طلعت خطيرة وتحفة، عايزة اقول لكم فظيعة. كمان كلوها سخنة كده، عايزة اقول لكم كانت رهيبة. طلعها كده بس بالراحة علشان معانا زي ما انتوا شفتوها كده. بصوا بقى الجمال. عايزين تزودوا يا جماعة زودوا، عايزين تحطوا شوكولاتة حطوا شوكولاتة، بس بصراحة عيالي حبوها كده. بصوا الجمال، بصوا طرية وعاملة ازاي، بجد بجد تحفة. انا مبهورة ومبسوطة ان هي طلعت لأول مرة معايا بالجمال والحلاوة والطعم. عايزة اقول لكم كمان الطعم خطير. كان نفسي احط فيها كده شوية كاكاو علشان تديني طعم الشوكولاتة من جوه واللون البني، بس هم قالوا لي لا، اول مرة اعملها لنا كده وتاني مرة هنخليكي تعمليها بالشوكولاتة. اتمنى يكون الفيديو النهاردة بتاعي عجبكم واستمتعتوا بيه زي ما انا مستمتعة كده بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.